ظهرت أنباء مؤخراً عن اختفاء الصحفي والكاتب الجزائري هشام عبود، مما أثار المخاوف حول مصيره واحتمال تعرضه لاعتقال سري من قبل النظام الجزائري. فما هي القصة وراء اختفائه؟ أثارت هذه الأخبار حالة من الاستياء والقلق داخل جهات إعلامية وحقوقية بالجزائر إثر اختفاء الصحفي هشام عبود، الذي يعد من أبرز الأصوات المطالبة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان في الجزائر، والمعروف أيضا بمعارضته السليمة للنظام العسكري الجزائري. حيث أكدت التقارير أن عائلة الصحفي بذلت جهودا كبيرة للعثور عليه، حيث قامت بالبحث في المستشفيات والفنادق، لكن دون أن تصل لأي معلومات تكشف عن مصيره. عبود الذي يعيش في فرنسا منذ سنوات بعد مغادرته الجزائر نتيجة الضغوط، كان يعرف بفضح العديد من قضايا الفساد وتجاوزات النظام. وبعد وصول الصحفي الجزائري إلى مطار باراخاس بالعاصمة الإسبانية مدريد يوم الخميس 17 أكتوبر، تم اختطافه واحتجازه داخل إحدى غرف فندق من طرف 4 أشخاص وفق ما تم تداوله. وأطلقت الشرطة الإسبانية عمليات أمنية للبحث عنه مباشرة بعدما تقدم محامي عبود بشكاية اختفائه، مستغلا كاميرات المراقبة المتواجدة خارج المطار، حيث تمكنت من رصد السيارة التي كانت تتربص به، ونجحت في تحديد موقعها وسط مدينة برشلونة، حيث تم العثور على هشام عبود في حالة صحية حرجة داخل إحدى غرف الفندق، وتبدو عليه علامات التعذيب، في حين أكدت نفس المصادر الإخبارية أنه تم توقيف شخصين أولاد آخرين بالفرار في انتظار نتائج التحقيق من طرف الشرطة الإسبانية.